ابنك هيكبر وفي يوم هيكون قاعد في مكان انت مش موجود فيه مع ناس انت ما تعرفهمش وهيتكلم عنك. هيحكي ايه احساس ان حد يكون اتربى في بيتك. هو مش هيحكي كل حاجة، هو هيحكي الحاجات اللي سابت علامة. هيحكي احساسه كان ايه اغلب الوقت معاك. هيحكي عن التعامل ما بينكو. هل وجودك كان بالنسبة له الأمان ولا الخوف؟ نبرة صوتك كانت بالنسبة له اللطف ولا الرعب؟ هل بيتك بالنسبة له بهجة ولا خنقة؟ والحقيقة اللي أغلب الناس بتطنشها هي إن أنت مش هتكتب القصة دي بعدين، أنت بتكتبها دلوقتي في المواقف اللي بتحصل كل يوم. نبرة صوتك وأنت متعصب، ردودك وأنت تعبان، إيه أولوياتك أما تكون مشغول. أنا مش عايز الكلام ده يبان إن هو صعب أو مثالي، أنا عايزك بس تحط نية وقولوا للناس حسنى. ده للناس، ما بالك ابنك. خلي ابنك يبقى يعرف ربنا من تعاملك معاه. خليه وهو بيحكي القصة دي يحس إن هو أكتر حد محظوظ في الدنيا، لأن في الآخر هو مش هيفتكر أنت جبتله إيه، هو هيفتكر أنت خليته يحس بإيه.